أهلا بيكم. فيديو جديد وعندنا البسبوسة الدايبة. بعد محاولات كتير وتجارب أكتر توصلنا لأحلى وأطعم بسبوسة، وشايفين الترميلة وشايفين الذوبان. مش هنحط فيها لا زبادي ولا ليمون، ذرة خفيفة جدا من البيكنج باودر. هنطلع بسبوسة محدش هيصدق أبدا إن انتي عاملاها ومش شارياها من بره. هنبتدي بقى مع بعض الوصفة. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونترحم على جميع أمواتنا ويخلينا كل عزيز علينا يا رب. أول حاجة عندنا هنجهز للشربات. عندنا الشربات هنحط كوبايتين من السكر، عليهم 3 كوبايات من المية. بسيبهم 10 دقايق عندي بيغلوا على النار. مش هنحط لا ليمون ولا اي حاجة خالص. هنسيبها بعد ما تغلي ال10 دقايق هننزل عليهم بمعلقة السمنة. يا سلام بقى لو كانت السمنة بلدي. ما عندكيش بلدي عادي جدا تقدري تستخدمي السمنة العادية بتاعتك، وبيكون كده عندك الشربات جاهز. هنبتدي بقى في بولة تانية هنحضر طبعا للبسبوسة. عندنا كوبايتين ونص من الدقيق السميد او بتاع البسبوسة، مش طبعا الجاهز العادي جدا اللي احنا بنجيبه من العطار من غير اي اضافات خالص. بعد كده بيكون طبعا ناعم. بحط عليهم معلقتين من جوز الهند وبقلبهم. بحط ذرة خفيفة جدا من البيكنج باودر، على فكرة ممكن تستغني عنها وهتطلع ناجحة جدا وممتازة، بس يعني انا احتياط بحط ذرة خفيفة جدا منها. بقلب عندي المكونات الجافة كده مع بعضها، وبعد كده بنزل عليها بإيه، مع كوباية إلا ربع من السمنة السايحة. كوباية إلا ربع. بقلب بقى كل البسبوسة ده، سميد البسبوسة طبعا مع السمنة بتاعتي، وبتأكد كويس جدا إن أنا كل اللي عندي، كل ذرات السميد عندي شربت من السمنة. بتأكد جدا من الخطوة دي. بعد كده عندي بقى الخليط اللي هحطه على البسبوسة. عندي كوباية من السكر، عليها كوباية الا ربع من اللبن. طبعا هتلاقي ان السمنة نفس عيار اللبن، كوباية الا ربع سمنة وكمان كوباية الا ربع من اللبن. بنزل عليهم بمعلقتين ونص من يا اما العسل الكلوكوز، ما عندكيش عندك عسل نحل ما عندكيش عادي جدا. اللي انا حطيته دوت شربات عادي جدا، انا عملته طبعا وتقلته خليته يتقل ويبرد وبعد كده استخدمته في الوصفة بتاعتي. حاولت كده ان الحليب يبقى دافي خفيف جدا عشان يسيح معايا السكر كويس وكمان العسل اللي انا حطيته. بحط بقى المكونات دي كلها على بعضها عندي وبقلب. ما بقلبش كتير خالص، اهم نقطة بس اخلي كده المكونات كلها تمتزج مع بعضها، مش اكتر من كده. اول كده ما ابص بعيني واحس كده ان البسبوسة خلاص كده كل السوائل هي اختلطت معاها، خلاص كده بوقف اي تقليب. عندي بقى في صينية مقاسها 30، بدهنها كويس جدا من السمنة طبعا في القاعدة بتاعتها كويس. وبنزل كده عندي الشربات جاهز، هحط عليه معلقة السمنة بتاعتي وهدوب وبيكون عندي الشربات كده جاهز. الصينية زي ما قلت لكم مقاس 30، بنزل عليها بمعلقة كده من السمنة بمسحها كويس جدا، وبعد كده بنزل عليها بخليط البسبوسة بتاعي. بعد ما بنزل بقى بفرد كل خليط البسبوسة عندي كويس جدا، وبخبط كده الصينية عندي تخبيطتين علشان تفرد معايا كويس وطلع اي هوا فيها. بفردها طبعا كويس جدا. وبعد كده عندك بقى اي سوداني، عندك لوز، عندك فستق، زي ما انت عايزه تقدري تجمليها. زي طبعا بيكون ني مش مستوي، لان الني لما بنيجي بنحط البسبوسه على الشوايه هو بيستوي بياخد لون. زي ما انتوا شايفين كده خبطتها تخبطتين عشان تفرد معايا كويس. بفرد بقى عندي كل ده سوداني كان ني طبعا، فردته كامل على الصينية وهدخله في الفرن. هتاخد بالظبط 20 دقيقة، وبعد كده بطلعها فوق على الشواية 5 دقايق تاخد لون من فوق. وبعد ما بطلعها بسقيها بقى بالشربات عندي بيكون بارد، يعني هي سخنة والشربات بارد. حابة بقى ان هي بتدوب كده يعني مش ملاحقة عليها من الذوبان، حطي الشربات دافي.
زي ما انت عايز. شايفين الفقاعات دي بتدل ان هي بتشرب، بس يعني الشربات بتاعها مظبوطه ومفيش اي مشاكل خالص. عايزه تحطي بقى عليها حته قشطه كده يعني دايبه حرفيا. بجد انا بتمنى من قلبي تجربوا الوصفه دي، يعني لان بعد اللي انا متاكده من النتيجه. وما تنسوش تشتركوا معايا في القناه بتاعتي، وما تنسوش اللايك. واشوفكم في فيديوهات جديده، واشوفكم على خير. سلام عليكم.